طبعا ما يتغطى السميد، ما يتغطى أساس ما يصير رطب. كوب طحين أو كوب ونص. 3 جرام خميرة. ملعقة صغيرة سكر. نص ملعقة صغيرة ملح. نخلط هذه المكونات. الماء نضيفه بالتدريج، نص كوب أول شيء ونعجن. العجينة لازم تكون متماسكة ما لينة. شوية زيت. هذا قوام العجينة، ما تلصق وشوية صلبة. نخمر العجينة نص ساعة. كوب دبس تمر مع كوب ماي ساخن نذوبهن مع بعض. سمسم محمص. بعد نص ساعة نبدأ نفرد العجينة شوي شوي. نشكل العجينة بشكل طولي. نقطعها بحجم 100 جرام، وكل قطعة نفردها كذا ونقصها من النص. هذا الأنصاف نشكلها بشكل طولي، ونبدأ نلف هذه بشكل حلزوني كذا. بعدين نجيبها كذا ونرص عليه بهذا الشكل دائري. ريحها 10 دقائق. نحط السمسم المحمص وهذا دبس التمر والماء ساخن. ناخذ العجينة ونخليها داخل دبس التمر، نخليها في السمسم، نقلبها في السمسم كذا، ونحاول نشد ونريحها 10 دقائق. نحطهم على صينية الخبز وعلى فرن أديسون خبز ربع ساعة على 230. خلاص جهز معنا السميت. شوف كيف الجمال، بس طبيعته شوي قاسي. بسم الله. جربوا ما تندموا. لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك.